Ladies and gentlemen, after 5 rounds. تعرض المقاتل الداغستاني عمر نورماغوميدوف لخسارة مهينة أمام المقاتل النرويجي ميراب دفاليشفيلي. فلنتابع معا. المقاتل عمر نورماغوميدوف مقاتل UFC روسي، يعتبر من أبرز المقاتلين في وزن البانتام بفضل مهاراته المتنوعة وأسلوبه القوي داخل القفص. يتميز بالعديد من الامتيازات التي تجعله مقاتلا استثنائيا. المهارات القتالية الشاملة لعمر. عمر يمتلك قاعدة قوية في المصارعة السامبو والجوجيتسو البرازيلي مع تقنيات عالية في الوقوف والضرب، كما يتميز باللياقة البدنية والتحمل. يتمتع بقدرة استثنائية على التحكم في الإيقاع والضغط على خصومه طوال الجولات، كما يتميز بالتكتيك والانضباط. يمتاز عمر بعقلية قتالية قوية وتحليل ممتاز لنقاط ضعف خصومه، مما يساعد على تنفيذ استراتيجيات محكمة. الخبرة في السامبو القتالي هو رياضة تقليدية في داغستان وروسيا، وعمر يجيد استخدامها في تثبيت خصومه والسيطرة على القتال. كما يمتلك أيضا سجل نظيف، بدأ مشواره الاحترافي بدون أي هزائم، مما يعكس مستوى عالي من الاحتراف والمهارة. عمر نورماغوميدوف يعتبر ضمن الجيل الجديد من المقاتلين الداغستانيين الذين يواصلون التألق في عالم الفنون القتالية المختلطة، ويتوقع له مستقبل واعد في الرياضة. وأما المقاتل النرويجي الجورجي ميراب دفاليشفيلي المعروف في عالم الفنون القتالية المختلطة MMA، هو أحد أبرز المقاتلين في وزن بانتام في منطقة UFC. يتميز بالعديد من الامتيازات التي جعلته واحدا من المنافسين الأقوياء في هذه الفئة. أولا، قدرة لا تصدق على التحمل، يلقب بالآلة بسبب طاقته العالية وقدرته على تقديم أداء قوي ومكثف طوال الجولات الخمس، مما يرهق خصومه بشكل كبير. مهارات المصارعة الاستثنائية. ميراب يتمتع بقاعدة قوية في المصارعة ويشتهر بعدد كبير من محاولات الإسقاط في القتال، حيث يعتمد على الضغط المستمر والسيطرة الأرضية. أسلوبه يعتمد على إبقاء الخصم تحت ضغط دائم من خلال المزج بين الضربات ومحاولة الإسقاط المتكررة. اللياقة البدنية. يتمتع بمستوى مذهل من اللياقة البدنية التي تمنحه القدرة على الحفاظ على نفس الإيقاع طوال القتال، مما يجعله مقاتلا صعبا جدا لأي خصم. العقلية القتالية القوية. يتمتع بإرادة قوية وعزيمة لا تهزم، وهو دائما مستعد لخوض المعارك الطويلة والشاقة. الدفاع عن نفسه بشكل مميز. إلى جانب هجومه القوي، يمتلك دفاعا جيدا ضد الضربات ومحاولة تثبيت. الخبرة والتطور. تطور مستواه بشكل كبير منذ انضمامه إلى UFC، وحقق انتصارات مميزة على أسماء بارزة في وزن بانتام. التعاون مع فريق قوي. ميراب يتدرب مع فريق قوي في الولايات المتحدة، بما في ذلك شراكته مع بطل الوزن النفسي الغامي ستريلينغ، مما يساعد على تحسين أدائه باستمرار. ميراب دفاليشفيلي هو نموذج للمقاتل الذي يعتمد على قوة التحمل التكتيك الذكي لتحقيق النجاح، مما يجعله منافسا قويا وخصما صعبا لأي مقاتل في فئة وزن بانتام. خسر عمر نورماغوميدوف ذات 29 عاما أمام بطل الوزن الخفيف ميراب دفاليشفيلي بالنقاط في 5 جولات شاقة. وفي حين كانت هناك سعادة للمدرب حبيب نورماغوميدوف في الحدث الرئيسي بفوز إسلام مخاتشيف على ريناتو مويكانو، إلا أن ابن عمه المقاتل الثاني في مباراة على اللقب يوم السبت لم يكن نصيبه كذلك. وتمكن دفاليشفيلي ذات 34 عاما من التغلب على عاصفة مبكرة، وفرض سيطرته على المباراة في النصف الثاني من المباراة بمساعدة سرعته الشرسة ومنح القضاة الثلاثة. الفوز لدفاليشفيلي بنتيجة 48-47 ليحسن الملاكم الجورجي سجله إلى 19 فوزا و4 خسائر. واحتج نورماغوميدوف ذات 29 عاما عن نتائج المباريات، لكنه أقر بأن معظم الجولات كانت متقاربة بعدما تعرض لأول هزيمة في مسيرته خلال التاسعة. أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء.